صفقة من العيار الثقيل بتطبخ في الكواليس، وكوبري أوروبي ممكن ينقل نجم منتخب مصر للأهلي. القصة بدأت لما اسم إبراهيم عادل رجع يتصدر المشهد من جديد، لكن المرة دي مش من بيراميدز ولا حتى من الإمارات. دي المرة دي عن طريق أوروبا، وبالتحديد النادي الدنماركي نورشلاند. المفاجأة الأكبر بقى، تقارير كشفت إن نادي نورشلاند مملوك لشركة مان كابيتال، واللي المفاجأة فيها إن ياسين منصور نائب رئيس الأهلي شريك فيها، والشركة نفسها بيرأسها شقيقه محمد منصور. وده فتح باب كلام ضخم عن احتمال وجود كوبري احترافي يوصل إبراهيم عادل للأهلي في المستقبل القريب، خصوصاً إن اللاعب انتقل بالفعل من الجزيرة الإماراتي إلى نورشلاند، لكن العقد فيه بند شراء بقيمة حوالي 3.5 مليون دولار، ولو اتفعل الطريق ممكن يبقى مفتوح لنقلة جديدة بعد كده. الأهلي من ناحيته شايف إبراهيم عادل صفقة استراتيجية، لأن الفريق بيدور على تدعيم الخط الأمامي، خصوصاً مع الغموض اللي حوالين بعض النجوم داخل الفريق. واللاعب نفسه كمان بيبحث عن تجربة جديدة، ورفض يرجع لبيراميدز مرة تانية، وده زود التكهنات إن وجهته القادمة ممكن تكون مفاجأة كبيرة. كمان ما ننساش إن إبراهيم عادل واحد من العناصر الأساسية في منتخب مصر، وده بيخلي الصفقة لو تمت تبقى ضربة قوية في سوق الانتقالات. السؤال اللي بيشغل جماهير الكورة دلوقتي، هل فعلا الأهلي بيجهز صفقة تاريخية عن طريق كوبري أوروبي، ولا كل اللي بيتقال مجرد سيناريوهات انتقالات؟